شاي بلبن، يعني كيكة جميلة وبتدفي في الجو اللي احنا فيه ده. هنعمل النهاردة الكيكة بطريقة اقتصادية وجميلة، وهتطلع هشة وجميلة معاكي. شايفين ما شاء الله، مع انها لسه سخنة هشة وجميلة. هنبتدي ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنجهز الصينية، بنزل بنقطة زيت، وبدهن الصينية كلها بالزيت. ومعايا معلقة دقيق، وبغطي الصينية كلها بالدقيق حتى الجوانب، وبشيل الدقيق الزيادة. في الخلاط بنزل بكوباية ونص لبن. المعيار اللي معايا هيكون بالمج اللي معايا ده. ومعايا كوباية ونص سكر، كوباية الا ربع سمنة على زيت، او سمنة بس زي ما انت حابة. انا هنا معايا سمنة على زيت، زيت يكون نضيف ومن غير ريحة. بنزل برشة ملح، ومعايا معلقة خل واحدة. طبعا الخل بيفتح لون الكيكة اللي معاكي. معايا بيضة واحدة، لو البيض اللي معاكي صغير ممكن تضيفي 2 بيضة. بضيف كيس فانيليا، وبضرب المكونات دي كلها في الخلاط. انا ضربت الخليط كله، بنزل بيه في بولة عميقة بالشكل ده، علشان هنبتدي نضيف الدقيق والبيكنج باودر. ما شاء الله الخليط فاتح معايا، علشان الكيكة اللي هنعملها هنا مش هنضيف فيها اي حاجة، لا بشر برتقان ولا اي حاجة. وعلشان كوباية معلقة الخل اللي ضفناها، ببتدي انزل بالدقيق وبنخله بمصفى. هنا الدقيق اللي معايا 3 كوبايات من الدقيق، ممكن نحتاجهم كلهم وممكن ما نحتاجهمش على حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه. بضيف كيس البيكنج باودر وبنخل وبكمل الدقيق، وبقلب وبشوف لو الخليط اللي معايا احتاج دقيق تاني، ببتدي اضيف في الدقيق لحد ما احصل على عجينة عايزاها لا هي سايلة جدا ولا متماسكة. من الاسباب اللي بتخلي الكيكة تهبط معاكي ان العجينة بتكون سايلة زيادة عن اللزوم. خميرة الكيكة او عجينة الكيكة لازم بتكون لا هي سايلة ولا متماسكة. زمان لما كانوا بيعلمونا في حصة الاقتصاد المنزلي سمك الكيكة او اختبار سمك الكيكة، انك لما تعملي بالمعلقة او تاخدي خط بالمعلقة كده في النص بيظهر معاكي خط في النص. هبتدي اقلب الدقيق وبنزل الاطراف او الجوانب، وبقلب. ولو عندك كمان سلك يدوي ممكن تقلبي بيه. هبتدي اقلب في الكيكة لحد زي ما قلتلك. شايفين الخط اللي بيظهر معايا في النص؟ هو ده السمك اللي انا محتاجاه من الكيكة. شايفين الخليط ما شاء الله، لا هو سايل ولا متماسك. هتعملي الخليط بالشكل ده هتكون الكيكة جميلة معاكي وهشة. لو عايزاها ناشفة ممكن تضيفي كمان او تزودي معلقة دقيق. بس هو الخليط مظبوط معايا ما شاء الله بالسمك ده. هنزل بالخليط في الصينية. شايفين انا وبنزل بالخليط.
بيعمل شكل معايا وبعدين بيختفي. هو ده السمك اللي انا محتاجاه من الكيكة. هدخلها الفرن في الرف اللي في النص. هنا الكيكة ما شاء الله بعد ما استوت ببتدي اشغل عليها الشواية وثواني وبخرجها من الفرن. ما شاء الله استوت واخدت لون من فوق ومن تحت في منتهى الجمال. لو حابة تختبري الكيكة بتاعتك بتدخلي فيها السكينة او عود من الشيش. لو طلعت معاكي نضيفة من غير اي عجينة فكده الكيكة بتكون استوت معاكي. هنشوف الكيكة مع بعض من تحت استوت ازاي. ما شاء الله لون كله موحد وجميل. هتمشي على نفس الخطوات اللي قلناها في الفيديو هتطلع معاكي كيكة في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله طرية ازاي. هتبتدي تقطعيها زي ما انت حابة. انا هقطعها مربعات. احنا الكيكة اللي عملناها هنا ما ضفنا لهاش لا بشر برتقان ولا اي حاجة، فالكيكة ما شاء الله لونها فاتح معانا وجميل. هنعمل في فيديوهات تانية الكيكة اللي بالبرتقان والكيكة اللي بنضيف لها اضافات تانية. شايفين الكيكة معايا ما شاء الله مع انها لسه سخنة هشة وجميلة. ده كان فيديو النهاردة ووصفة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات والوصفات. واستمتعوا بالكيكة مع